السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. صلوا على النبي يا جماعة. النهاردة هنبدأ معاكم روتين حلو اوي، روتين يومي في الغربة النهاردة في أسوان. بسم الله الرحمن الرحيم. كده بدأنا نفتح الشباك بتاعنا، الشمس تدخل للأوضة، وهنبدأ بقى نشوف هنعمل معاكم ايه النهاردة. اللهم صل على سيدنا محمد. هنبدأ بسم الله كده، ونبدأ أول حاجة نصلي كده، وبعدين نرتب السرير بتاعنا. الجو هنا برد شوية كده بالليل، فبتغطى بالبطانية الصغيرة دي. هنبدأ بقى نرتب السرير بتاعنا كده وننظمه. بسم الله ما شاء الله. وده المصلية والإسدال بتاع الصلاة بتاعي، حطاهم كده على جنب. ونبدأ بقى ايه، نفتح الشباك الشمس تدخل معانا كده، ونبدأ يوم جديد كده كله نشاط وحيوية. طبعا قفلت السلك ده عشان احنا دور أرضي وفي ناس قصادنا وكده. ده طبعا بواقي الكشري بتاع امبارح، وده الطماطم والخيار اللي احنا كنا جايبينهم من الجوافة، حطاهم كده في علب في التلاجة ما شاء الله. بصوا عشان ايه ما يبوظوش. وده ايه الكشري ايه كان باقي امبارح شويه كده، ايه هناكلهم النهارده. وده فتحت الفريزر اهو عشان اطلع عيش عشان نفطر بقى. معايا عيش شامي، واطلع منه بقى كذا واحد كده افطر بيه. طلع 2. بسم الله الرحمن الرحيم. وابدا بقى ادخله تاني في الفريزر عشان ما يبصي مني او يطرى كده. ده الفريزر بتاع الحاجات حطها فوق ما شاء الله. وهنا جبنه ولانشون حطاهم في الباب، ودي علبه طحينه اللي جنبهم دي. هبدا بقى اطلعهم. وده تانج ه... هعمله بقى عصير. وطلعت السكر اهو، احطه كده ايه في الخلاط ياخد ضربة بسيطة. وده طلعت 3 خيارات كده برضو عشان اكلهم. حطيت شوية سكر وشوية التانك وشوية المية. حطيت ايه ازازة مية بس عشان ايه افضيها فيها تاني. وحطيت كمية سكر كبيرة، والكيس ده كبير برضو حلو. ده ممكن يعمل لي اصلا ازازة اكبر من دي، بس انا بعمله في الازازة الصغيرة دي عشان يكون طعمه حلو. وجهزت اهو، حطيته بقى في الفريزر عشان يسقع شوية معايا. وبعدين بقى طلعت الجبنة واللانشون عشان ايه نبدأ نفطر بقى. قطعت كده كمية من اللانشون وحطيت حتة الجبنة، والخيار غسلته، والعيش سخنته برضو على النار. وهبدأ بقى ايه افطر. وبعدين بقى ايه شغلت الغسالة. قلت ايه في عندي شوية لبس صغيرين كده، قلت ايه اغسلهم هما كمان. حطيت اوكسي وحطيت شوية دوني وحطيتهم الاول كده، لفيت الغسالة وبعدين حطيت ايه اللبس بتاعي. وبعدين بقى ايه سخنت الاكل بتاعي عشان نتغدى. طبعا كان فات وقت طويل يعني. بصوا الكشري ما شاء الله جميل، ولسه طعمه زي امبارح بالظبط واحسن كمان. وده كان يوم النهارده معاكم. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. واستنونا بقى مع فلوج جديد ويوم جديد في أسوان ان شاء الله.